اهلا بكم مشاهدينا من جديد. لسه معاكم في مصر بكره، وتساؤل بنحاول نجيب عليه. مصر بكره عاميه ولا فصحى؟ اسمحوا لي في البدايه نرحب بضيوفي. اهلا بكم معانا الدكتور رمضان الحضري الناقد الادبي. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيكي، واشكرك واشكر كل العاملين في قناة النيل الثقافية، واقول لكم ان قناة النيل الثقافية لابد ان تقود الحركة الاعلامية في مصر، لان الشعوب العربية من مائها الى مائها ومن رجالها الى نسائها تنتظر من هذه القناة، قناة النيل الثقافية، الكثير. فلا زالت شعوب العرب تبحث عن وجهها في مرايا الثقافة، وتعلم أن الثقافة هي التي سوف تطرد الإرهاب. الثقافة هي التي سوف تنمي الإنسان العربي. الثقافة هي التي سوف ترفع قدر الأمة العربية وتعيدها إلى مكانتها الصحيحة كما كانت سابقا. أشكرك، أشكر المخرج، أشكر المعدة الرائعة الأستاذة هبة الشرقاوي، وأشكر كل الإخوة والأخوات العاملين خلف الكاميرا. شكرا ليك الدكتور رمضان. كمان برحب بضيفنا الأستاذ بشري العدلي رئيس القسم الأدبي بجريدة المستقبل العربي والشاعر. أهلا بك معنا، وألف مبروك على ديوانك الجديد اللي بيحمل عنوان حينما تبحر الكلمات. صدر من أسبوع تقريبا. ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك. دكتور رمضان الحضري، هنبدأ مع حضرتك. وناس كتير بتسأل الثقافة العربية في الفترة القادمة، مصر بكرة، يعني عامية أم فصحى؟ نعم. مين اللي هيكون موجود على الساحة الأدبية أكثر، اللغة العامية أم اللغة الفصحى؟ نعم. هذا السؤال سؤال افتراضي، والسؤال الافتراضي لابد أن نتفهمه حسب المشهد الآني. نعم. المترتب على المشهد السابق. الحقيقة أن الوطن العربي يمر الآن في منعطف قرب، ولم تدرك الأمة العربية وبخاصة مصر أن شمس الله حينما أشرقت على هذا الكون لم تجد من يستقبلها سوى وجه الإنسان المصري. فقدر الإنسان المصري أن يكون أستاذا للبشرية، سواء كنا في حالة حرب أم كنا في حالة سلم، لأننا نحن المعنيون، نحن الذين علمنا العالم وكتبنا التاريخ من بدئه، والآن علينا أن نعيد كتابة التاريخ مرة أخرى. بالنسبة لسؤالك، هل المستقبل سيكون للعامية أم سيكون للفصحى؟ الحقيقة أنني أرى أن المستقبل سيكون للفصحى أكثر من العامية، وأن العامية لن تندثر، ولكنها ستكون أكثر رواجا، مع أن الفصحى ستكون أكثر تأثيرا في نفس الإنسان. لأن الفصحى القاعدة العريضة في الوطن العربي، الذي يكتب الفصحى يعلم أن القاعدة العريضة في الوطن العربي هي التي تقرأ كلامه. أما العامية المصرية، رغم أن هذه العامية المصرية غزت الصين وغزت الشرق وغزت الغرب والدول العربية جميعا، وغزت الدول العربية. أنا أعني ليست الدول العربية فقط، ولكن أريد أن أشير إلى نقطة هامة، أنه حينما بدأت السينما العالمية سنة 1898 وكان أول فيلم يعرض في باريس في فرنسا، كان أول فيلم في ذات اليوم يعرض في السينما في الإسكندرية. وحينما كان يرى الصينيون ويرى الكوريون واليابانيون يرون الرجل وهو يصلي ويتوجه إلى القبلة، كانت قرى كاملة تؤمن، لأنها علمت أن هذا الرجل إنما يسجد لإله واحد. فالثقافة المصرية هي ثقافة مؤثرة في العالم. أظن أنك تعلمين أن الفيلم المصري كان يترجم باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، لأنه كان سوف يعرض قبل أن يعرض في السينما في القاهرة، كان يعرض في سينمات لندن وباريس وبرلين وروما وغيرها. فنحن مؤثرون، لا تستمعوا إلى الدعاوى التي تقال عنا. فعلا نحن في مشهد
هزلي بالنسبة للفنون. لم يعد هناك أفلام من الطين المصري ومن خصوبة النيل، لم تعد هناك الفكرة المصرية. هنتكلم عن هذا المشهد الهزلي اللي حضرتك بتتحدث عنه، ولكن أنا عايزة أتحول لأستاذ بشري العدلي، وحضرتك بتتفق مع دكتور رمضان الحضري في إنه لا زلنا مؤثرين في الثقافة العربية. نعم، ما زال العرب يستمدون لغتهم من اللغة المصريين. اللغة العربية في مصر إن شاء الله ستكون أفضل وأفضل بفضل أدبائها أدبائها وعلمائها، وبفضل الكتاتيب. وأركز على نظام الكتاتيب في مصر. الكتاتيب اندثرت، ما بقتش موجودة. ما زالت موجودة وفي بعض القرى. يدهشني ويعجبني أن أجد طفلا يحفظ القرآن الكريم، ستجدون أنه قوي في اللغة العربية. ما زال الحفاظ يحافظون على اللغة العربية، ما زال المعلمون وما زال الأدباء يفكرون ويحاولون بقدر الإمكان إحياء اللغة العربية. الحقيقة أنني أريد يعني أن أنعي في هذا اللقاء أستاذنا العظيم، أستاذ اللغة العربية العبقري الذي رحل عنا أول أمس، الأستاذ الدكتور كمال بشر، الذي ترك مؤلفات كثيرة للغاية في اللغة العربية وفي آدابها وفي طرق تعليمها. وكان نائب الله يرحمه. يعني كان له صولات وجولات في عالم اللغة العربية. هل في ناس بقامته لازالوا موجودين؟ نعم، يعني أطال الله في عمر أستاذنا العظيم الأستاذ الدكتور طاهر أحمد مكي، والأستاذ الدكتور حسين نصار، وشيخ النقاد العرب العلامة العظيم الذي يجيد لغات بلا حصر ولا عدد، الأستاذ الدكتور عبد المنعم تليمة، يعني حفظه الله. هؤلاء قامات لا يؤثرون في الثقافة العربية فقط، بل يؤثرون في الثقافة العالمية بأجمعها. فليس الأمر موقوفا على الراحل العظيم الكريم الأستاذ الدكتور كمال بشر رحمه الله، ولكنني أحببت أن أشير إلى أن هؤلاء العلماء حينما يرحلون في صمت، رغم أنهم ملأوا الدنيا علما ولا يتبعهم الكثيرون بل القلة. دكتور رمضان، حضرتك تحدثت عن السينما، وإيه الأكثر انتشارا؟ يعني إيه اللي بينشر اللغة أو اللهجة أكثر ويؤثرها في نفوس الآخرين، الكتاب والكلمة المكتوبة ولا السينما؟ هذا السؤال لابد أن أطرح له إجابتين. الإجابة الأولى، حينما كانت السينما المصرية يكتبها بديع خيري، وحينما كان يمثلها إسماعيل ياسين ورشدي أباظة ونجيب الريحاني وأنور وجدي وليلى مراد وفاتن حمامة وغيرهم، كانت السينما المصرية تؤثر في الشعوب العربية من أولها إلى آخرها. الآن السينما المصرية هي أضحوكة بل هزلية. بس حتى إني أقول السينما المصرية وكأني أعمم، يعني ما فيش نماذج كده نحس نقول إنها متفردة أو تجارب ناجحة. والله يعني السينما المصرية يعني كلها أضحوكة. أنا أتحدث عن قاعدة، كل قاعدة لابد أن يكون لها شواذ. يعني مثلا حينما نتحدث عن فيلم مثل الفيل الأزرق، هو فيلم جيد، ولكن ما حوله كم من الأفلام السيئة، كم من الأفلام الهابطة، كم من الممثلين. الممثل كان سفيرا لمصر وهو داخل مصر، الممثل الآن هو سفير لشركة تجارية تتكسب منه. هناك فرق بين ممثلين كانوا يؤدون دورهم في الحياة الاجتماعية، ليس دورا تمثيليا فقط، بل كانوا يؤدون دورا اجتماعيا ودورا سياسيا ودورا فكريا، كانوا يفهمون ما يقولون ويقولون ما يفهمون. الآن لا يقولون ولا يفهمون ولا يفهمون ولا يقولون، بل إنهم يهرفون بما لا يعرفون، وكل المشكلة عندهم أن تمتلئ الجيوب بالأموال، سواء كان هناك مبدأ
أو ليس هناك مبدأ؟ استكمالا أرى أن السينما وأجهزة الإعلام أقوى من الكتاب. نعم. أصبح الآن كاتب وشاعر بالأساس. نعم، ولكن من يقرأ؟ أعطيني نسبة من المجتمع يقرأ، يمسك كتابا ويقرأ، وإذا قرأ هل يفهم الأساسيات في اللغة؟ إذا فهم اللغة وكان قويا في اللغة يمسك تلابيبها استطاع أن يقرأ. لكن للأسف الشديد النت وأجهزة الإعلام والسينما والتلفزيون لا يتركون فراغا أو وقتا للقارئ أن يقرأ. هذا للأسف لأنهم لم يتعلموا. ورغم أهمية الكتاب أنا أرى أن القارئ حينما يمسك كتابا ويقرأ يستطيع أن يفهم كل شيء، وإذا قرأ فهم، وإذا فهم تقدم المجتمع. غير ذلك لا يستطيع. هم لا يعلمون يا أستاذ رشا أن اللغة العربية ليست لغة لقوم، إنما هي شخصية القوم. اللغة اللغة هي التي تشكل ليست لغة لجماعة تسمى الجماعة العربية، ولكن اللغة هي تلك الشخصية العربية. حينما تكون اللغة العربية قوية يكون المجتمع العربي قويا، وحينما تكون اللغة العربية ضعيفة يكون المجتمع العربي ضعيف. سوف أضرب لك لا، العكس خطأ. إنه لما يكون المجتمع والعلم قوي ساعتها هتكون اللغة العربية قوية، مش العكس. لما تكون اللغة العربية قوية ساعتها يكون المجتمع قوي. سوف أقص لك من التاريخ نوادره. الخليفة المأمون حينما أراد أن يرسل رسالة إلى وليه في قم يريد أن ينصحه، جاءت شكاوى من قم الموجودة في إيران حاليا للخليفة المأمون في والي قم، فأراد الخليفة المأمون أن ينصح واليه في قم، فكتب له وأملى على كاتبه وقال له بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله: أيها الوالي بقم، وأراد أن ينصحه فلم يجد سجعا مناسبا فقال له: اكتب قد عزلناك فقم. أيها الوالي بقم قد عزلناك فقم. فقال له الكاتب: يا أمير المؤمنين أنت أردت نصحه ولم ترد عزله. قال: إن صحة ملكنا في صحة لغتنا. إن صحة ملكنا في صحة لغتنا. ولذلك كل الأئمة يعني بدءا من الإمام مالك بن أنس رضوان الله عليه ماذا يقول؟ يقول: ما أتيت برجل لا يعرف لغتنا ويفتي في ديننا إلا جعلته نكالا. لا يصح أن ولذلك أتعجب من أولئك المهرفين بما لا يعرفون الذين يتحدثون في دين الله وهم منقطعون عن اللغة ويفسرون كتاب الله ويفسرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يفسرونه بكلام العامة وكلام السوق وكلام الجهلاء، ويقولون إننا نريد أن نبلغ الناس ونعلمهم كتاب الله باللغة العامية، وهم لا يعلمون ولا يدركون أنهم يتهمون الله ويتهمون رسوله في أن الله جل في علاه قد جهل مقصوده من الكلام ولم يستطع أن يبلغ رسالته من خلال الكلام العلمي الفصيح البلاغي العظيم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا سادتي أنتم تتهمون الله أنه لم يوصل مقصوده إلى البشر، لأنه كما قال الله جل في علاه بلسان عربي مبين. فإذا كنت أنت لا تعرف اللسان العربي المبين فكيف تبلغ عن رب العالمين الذي أنزل كتابه؟ أنا عايزة أبعد شوية عن موضوع التفاسير القرآنية والأحاديث ونلتصق شوية باللغة العربية والفصحى. يعني إذا كان أصلا عالم الأدب لا يمكن يا أستاذ رشا لا يمكن أن تبتعد اللغة العربية عن القرآن الكريم، لأنها نحن حتى نسميها لغة القرآن الكريم، نسمي اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم أو لغة الضاد. أما نريد أن ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع اللغة عند العامة وموضوع اللغة في الشعر،
فهذا أمر آخر. طب اللغة في الشعر، وحضرتك شاعر يعني، إذا كان أصلا كثير من الشعراء حاليا بيستخدموا اللغة العامية للوصول بمفرداتهم والوصول بمكنوناتهم للعامة وللناس ولقراءهم، وبتعجب الناس وبالفعل منهم يعني قامات في هذا المجال، لماذا أنكر على الآخرين استخدام اللغة العامية؟ الشعر العامي أو الشعراء العامية لهم جمهورهم الواسع، ولكن أرى أن اللغة العربية أو الشعر الفصيح أو الشعر باللغة العربية الفصيحة أقرب إلى الناس، يحافظ على اللغة العربية، أقرب الأشياء اللي يحافظ على اللغة العربية. يحافظ على اللغة العربية ربما صحيح، ولكن هل هو فعلا أقرب للناس؟ لمن يفهم، لمن يقرأ، لمن يتصفح القرآن. يعني لو تكلمنا عن مصر، ولما يقال انه بحسب الاحصاءات الرسميه انه 40% لا يجيدون القراءه والكتابه، دول اللي مش بيعرفوا فعلا انهم يقروا ويكتبوا. وبعض الادباء وبعض المثقفين وبعض المتعلمين لا يستطيعون كتابه اللغه العربيه صح، وكثير منهم يكتبون خطا. كلمه ان شاء الله، كلمه ان شاء الله تكتب انشاء. ومن بعض المثقفين هناك أزمة فكرية، هناك أزمة في الثقافة العربية. لا أجد من يقرأ ولا أجد من يكتب، حتى مناهجنا في اللغة العربية. محبط ليك كشاعر، وخاصة أنت شاعر تكتب؟ محبط حينما يقرأ إنسان قصيدة ما ويقول لا أفهم شيء، رغم أنها في بساطة، في كثير من أشياء بسيطة جدا وألفاظها سهلة. ماذا تجد؟ لكن القضية بين الفصحى والعامية أن جمهور العامية كما قال الشاعر بشر العدلي، العامية لها جمهور. لا يمكن أبدا لأحد ناقد أو غير ناقد أن ينكر أن العامية لابد أن تؤدي دورها. نعم. ولو أننا ابتعدنا، يجب أن تكون موجودة وتؤدي دورها. نعم لابد أن تؤدي العامية دورها، لكن القضية أن الذين يتناولون الفصحى هم أنفسهم أو هم ذاتهم الذين يريدون أن يتناولوا الفصحى بنفس المضمون. نحن عندنا أزمة في نقد العامية، يعني نفاجأ بأن الذين يتحدثون عن العامية وينتقدون العامية ينتقدون العامية على أساس أنها لغة فصيحة، وهذه مشكلة أخرى، أنهم لا يستطيعون أن يفرقوا بين العامية في استرسالها، في أنها تأخذ الكلمة من بطن الأرض المصرية ومن قلب الأرض المصرية وتبذرها لتصبح مجموعة من الزهور أمام المستمع وأمام المشاهد. يعني مثلا قد يكون شاعر العامية لا يجيد القراءة والكتابة، وقد قابلت نماذج وهم شعراء. بل المفاجأة الأخطر أن الذي علم صلاح عبد الصبور الشعر، وأنتم تعلمون قيمة صلاح عبد الصبور، كان شاعرا يكتب العامية وهو لا يجيد القراءة ولا الكتابة. نعم. كان اسمه حامد الجزار، وله محل بالزقازيق في نفس العمارة التي كان يسكن فيها صلاح عبد الصبور. تصوري ان حامد الجزار كان يكتب شعرا عفوا هو اهم من شعر برم التونسي. يعني حينما نستمع له وهو يقول: الأولى يا جميل، الأولى يا جميل لك حق تتباهى، الأولى يا جميل لك حق تتباهى، والتانية جاني الجواب والشمس وضحاها، والتالتة بكتب إليك والست بتغني سلو كؤوس الطلا هل لمست فيها. نفاجأ أن هذا الشاعر الذي يكتب العامية يمزج بين الفصحى وبين العامية دون أن يشعر المتلقي أو المستمع أن هناك انتقال من الفصحى للعامية. يعني تصوري أنه يأخذ آية من القرآن الكريم ويضمنها في القصيدة العامية، ولا يمكن لأحد أن يستشعر أن هناك غرابة في هذا التضمين. الأولى يا جميل لك حق تتباهى، والتانية جاني الجواب والشمس وضحاها. الله. والتانية جاني الجواب والشمس وضحاها، والتالتة بكتب إليك والست بتغني سلو كؤوس الطلا هل لمست فيها. هنا معنى كده إنه الشاعر مش لازم يكون بالفعل دارس لقواعد موهبة، هي موهبة فطرية، يعني موهبة فطرية. نعم الشاعر موهبة قبل أي شيء. يعني لو نظرت لكن يا دكتور إلى تعليم عبد الرحمن الأبنودي
لو نظرت إلى تعليم شاعر العامية السورية عمر الفرة، والعامية هنا سواء كانت عامية البادية في حلب سوريا، أو العامية المصرية، أو عامية أبناء علي في ليبيا، سوف تجدين أن هؤلاء الناس إنما هم يعبرون عن مواقف ويريدون من القوم أن يتفاعلوا معهم، فالناس لن تتفاعل مع كلمات فصيحة، فمضطر أن يأخذ، هيتفاعل مع الكلمات اليومية، هو مضطر أن يأخذ من ألسنة الناس ليعيد إليهم مرة أخرى ذات التركيب. عند بعض الطلاب في الكويت قد مدرس كمان في اللغة العربية، قد تجدهم مثلا لا يستطيعون القراءة والكتاب، غير قادرين على اللغة العربية، النطق باللغة العربية ضعاف جدا في اللغة العربية، لكنهم يكتبون الشعر النبطي. موهبة فطرية، لكنها تحتاج أيضا إلى دراسة تدريب. تدريب دراسة تدريب. كان لي تجربة مع شاعر في سلطنة عمان لا يجيد القراءة ولا الكتاب، ولكنه يكتب الشعر الفصيح بطريقة غريبة، الشيخ أبو سرور الجمعي. وكان بيكون فقط موهبة ولا بيكون منقول كمان موروث وابنه أخذ؟ نعم هو حفظ القرآن سماعيا، لأن الذين يتحدثون عن شفهية اللغة العربية هم يظنون أن العلوم الشفهية انتقلت إلينا لأننا أمة أمية. الحقيقة أن هذه الأمة الأمية إنما أخذت الكلام شفاهة ليكون أكثر صدقا، هم لا يفهمون ذلك، بل إننا أخذنا كلامنا عن بروكلمان وكارلينالينو وسبرينجر وسبنسر وغيرهم، أخذنا علومنا من هؤلاء المستشرقين، فهؤلاء المستشرقون أرادوا أن يشوهوا صورة الإنسان العربي وصورة اللغة العربية، لم يتفهموا أن الشفهية إنما تعني الصدق. أنا حينما أقول أنني سمعت الأستاذة رشا تقول كذا وكذا وكذا، فهذا لا يعني أنني لم أكتب عنها، بل يعني أنني صادق 100%، لأنني قابلتها ونقلت عنها سماعا ورؤية. أنا عايزة أتوقف برضو عند الديوان اللي بين إيدينا النهاردة حينما تبحر الكلمات. ودكتور رمضان، إيه اللي حمسك إنك تكتب التقديمة بتاعت هذا الديوان؟ الشاعر بشري العدلي هو شاعر صاحب تجربة كبيرة. هذا الرجل يكتب الشعر بالشكل التقليدي، ويكتب الشعر من شعر التفعيلة، ويكتبه من قصيدة النثر. هو لا ينكر نوعا من أنواع الشعر، ولكنه حينما يكتب يقنن لما يكتب، لأن القضية عندنا أن الذين لا يجيدون العمود الشعري يقولون إننا نكتب قصيدة النثر هروبا من القصيدة التقليدية، والذين لا يجيدون الاستخدام التفعيل يقولون إننا سوف نكتب خاطرة، لأنهم لا يعرفون ما معنى التفعيل ولا معنى مستفعل أو فاعلات أو متفاعل أو مفاعلة أو فاعل أو فعول أو غيرها من التفعيلات السبعة التي تكتب على البحور السبعة المفردة، أو غيرها من التفعيلات المركبة مثل تفعيلات البسيط والطويل والسريع وغيره من البحور الشعرية. هذا الرجل أجاد أولا التقليدية، ثم انتقل بعد ذلك إلى الحداثة، ثم انتقل إلى ما بعد الحداثة في قصيدة النثر. هو رجل يفكر في المجتمع، والذي يفكر في المجتمع والذي يفكر في وطنه هو دائم الحزن. ولذلك حينما أجد أو حينما أبحث عن المجمل الذي يكتبه بشر العدلي، أجد أنه منغمس في الحزن من أخمص قدميه حتى أعلى رأسه، منغمس في حزن على أوطان تتمزق. ولذلك فكل قصيدة إنما هي عبارة عن دمعة أو نفسة مصدور أو عبرة مهموم. هذا الديوان حينما قرأته يعني شممت فيه
رائحة كبد يحترق. هذا الرجل الذي يكتب حزنا دائما وألما مستمرا، فما كان علي إلا أن أنوه إلى ذلك وأتناول التقدمة والدراسة لهذا الديوان. أستاذ بشري العدلي، لماذا هذه الدموع أو لماذا هذا يعني الكبد الذي يحترق يتحدث عنه دكتور؟ والله هو واقع المجتمع، يعني واقع الغربة، واقع السفر، واقع ألم الأمة، وفاة الوالد، أشياء كثيرة جدا. يعني أحوال المجتمع أحيانا وأوضاعه يعني يثير في النفس انك تكتبي، انك تعبر يعني لو في نفسك. سمعنا مثلا القصيدة الأولى في هذا الديوان مثلا القصيدة الأولى مثلا يعني اسمحي لي أن أقرأ الصفحة الأولى رقم 9 مثلا. نعم. حينما يقول الشاعر بشري العدلي: دموع في عيون وطن. العنوان نفسه أو عتبة النص نفسها توحي بأن هذا الإنسان لا يرى دموع في عيون وطن معين، ولكنها أوطان بدون التعريف للوطن. نعم. وكأن كل الأوطان اختصرت في وطنه هو. يقول الشاعر: أيا وطني الحبيب أنا الحبيب وأبغي عزة فعسى تجيب، فلا تبكي من الويلات أنت، فأنت النور تهواه القلوب، وأنت الجسم أفديه بجسمي تفوح منه أزهار وطيب. إذا ما الهم يلقاني بساحل فرأسي من همومك قد تشيب، وأحبس كل أنفاسي لعلي أرى النسمات في الجو تطيب، وأتلو كل آيات الكتاب لعل الحزن عن وطن يغيب. يعني يمكن أن نرى كم الحزن وكم الخوف وكم الإشفاق على هذا الوطن، وأنه الشاعر نفسه يريد من وطنه أن يتنفس ويموت هو من انقطاع الهواء عنه. يريد من وطنه أن يعيش جسدا كاملا، لا جسدا ممزقا، ولا تعمل معاول الهدم في الوطن بيد ساكنيه، بل تعمل معاول الهدم في جسد الشاعر ليفتدي وطنه. أستاذ بشري، هتحول لحضرتك ليك مداخلة، اتفضل. ورغم ذلك لم أنسى بعض قصائد الحب. تسمحي لي واسمح لي الدكتور. يعني هي ما بين دموع الوطن ودموع الحب ودموع ايه ايضا؟ الغربة. دموع الغربة، دموع فقد الوالد. هو يعني رحلة الدموع. قصيدة الحب صفحة 71. نعم. بعنوان همس الحب. نعم. يناديني القلم هاتفا: لماذا أمسكت عن الكلام؟ فأخبره هامسا: حروفي تعيش في الغرام، تغزل من الفرح ثوبا ترتديه طول الأيام. حينما أكتب عن قصة حبنا أحتار متى بدأ عشقنا. تبدأ معاناتي، تزيد آهاتي، حسبنا أننا نعيش في الهيام، نعيش معا بلا خصام. وأسأل: هل حبنا يدوم ولن يذبح في أي يوم؟ تهمسني كلماتي، حبها يحاصرني،
يداهم محراب قلبي، أراها في أحلامي بسمتها تلملم ذاتي، أقسمت أن أظل دوما في محراب قلبي متعبدا، نعم. قتيلا راضيا بهواك، قلبي أقسم ألا يتوب عن لظى اشتياقي، فصار يتمناك، كان قلبي خاليا كهفا فارغا، لكن حبك أحياني أعاد لي زماني، حديثك يستدرجني، حبك يأسرني، لآخر قصيدة أكتبها ستظلين أنت ملهمها، تأملي ذلك القابع في صدري، كي ترفقي على عليل يبغي، حبك طول عمري، كلما اجتاحني الحنين أشعر داخلي بأنين، كأنه ولادة جنيني، وأخاف عليه التأبين، عجزي عن الكلام يفسر هول الهيام، كل لحظة أعانق فيها ذاتي، فإذا ابتعدت زادت مأساتي، آمنت أن كل حروفي وكلماتي، كل قصائدي خلقت لملاكي، أعرف أن بيني وبينك بحورا، لكن حبي يبغي لك عبورا، فلا تضعي بيننا سورا، واجعلي حياتنا نورا، أنا قادم من آلاف السنين، قادم إليك بيقين، أنك نور العيون وحور الكون، لا تغلق الأبواب، إني قادم بكل سلاح لقلبك عازم، غزوه ولست بنادم، لو حبك أرداني قتيلا، وامتلأ ليلي عويلا، أنت للأبد محبوبتي، وفاتنتي وغايتي، أشهد أنك جنتي. الله. نعم، شكرا دكتور بشري العدلي. شكرا دكتور رمضان. يعني احنا شايفين حاجة جديدة في الفترة الأخيرة اللي هي كمان بقى الفرانكو أراب، مش بس اللغة الفصحى واللغة العامية، لكن يوجد كمان ما يسمى بالفرانكو أراب اللي الكثير من الشباب بيكتبوا به مع وجود الآيباد واللابتوب وكل هذه الأشياء، بيكتبوا اللغة العربية ولكن بالحروف اللاتينية. قادر تقرا ده ازاي؟ ده بيعمل يعني أنا أرى أن هذه الفكرة البعض يستخدمها بديلا عن الشعر الحلمنتيشي، لأنه يضع كلمة باللغة الإنجليزية. مثلا أقول لك لازم تعرفي I love you، هنا بحط اللي هو الكلمة الإنجليزية مع الجملة العربية اللي هي العامية. كذلك البعض جرب الفصحى مع اللغة الأجنبية مع اللغة الإنجليزية. هناك شباب فعلوا ذلك. هذه تجارب لا تستطيع أن تفيد المجتمع بقدر ما أنها تقوم بعمل حالة حراك نفسي للمجتمع. لا يمكن أبدا، لابد أن نتفهم أنه لا يمكن لأحد أن يرفض وجود شيء في المجتمع طالما أن هذا الشيء موجود، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرفض وجود الشر على أرضه، وقال للناس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإنسان خلق ومعه الحرية الكاملة، ولكل كاتب الحرية فيما يكتب، فعليه أن يكتب ما يشاء لمن يشاء بشرط أن يجد من يقتنع بما يقول. يعني حينما تريدين أن تكتبي مقالة اكتبي ما شئت، ولكن لابد أن يكون لك من يقرأ لك، من يتقبل هذا الكلام. أما الذين يرفضون وجود أي شكل أو أي جنس في المجتمع فإنهم يدمرون المجتمع، هم يدمرون في هذا المجتمع. نحن نعرض كل الأجناس الأدبية أمامنا، والحقيقة أن الذي يبقى دائما كما قال الله وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الحقيقة أن هناك عبر تاريخ الشعر ملايين الشعراء، ملايين من الشعراء عبر التاريخ. تصوري مثلا شاعر مثل المنخل اليشكري، كان هذا الشاعر في العصر الجاهلي،
ولا زلنا حتى الآن نتذكر قوله: ولقد دخلت على الفتاة الخضراء في اليوم المطير فدفعتها فتدافعت مشي القطاس على الغدير، ولتمتها فتنفست كتنفس الظبي الغريب، وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. كتب الكثير من الشعراء في الحب، ولكن من يستطيع أن يبقى أو يصمد أمام نزار قباني؟ متى ستعرف كم أهواك يا رجلا أبيع من أجله الدنيا وما فيها، يا من تحديت في حبه مدنا بحالها، وسأمضي في تحديها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. أنا أحبك، حاول أن تساعدني، فإن من بدأ المأساة ينهيها، وإن من فتح الأبواب يغلقها، وإن من أشعل النيران يطفيها. يا من يفكر في صمت ويتركني في البحر أرفع مرساتي وألقيها. انزل قليلا عن الأهداب يا رجلا، ما زال يقتل آمالي ويحييها. أما تراني ببحر الحب غارقة، والموج يرفع آمالي ويلقيها. كم اخترعت مكاتيبا سترسلها، وأسعدتني ورود سوف تهديها. وكم ذهبت لوعد لا وجود له، وكم حلمت بأسواد سأشريها. وكم تمنيت لو للرقص تطلبني، وحيرتني ذراعي أين ألقيها، إلى آخر القصيدة. ولذلك الذي يبقى هو ذلك الذي كتب ليبقى. أما الذين يكتبون ليعبثون ويتكسبون في مرحلة معينة، يعني وأضرب الأمثلة في كل شيء، الأمثلة في الإعلاميين، الأمثلة في أفلام السينما، الأمثلة في كتاب الشعر، الأمثلة في كتاب القصة، الأمثلة في كتاب السيناريو، الأمثلة في الممثلين اللي بيمثلوا، الذين قاموا ليصنعوا الحياة هم أولئك الذين بقوا على الحياة. أما الذين قاموا ليصنعوا ذاتهم ذهبوا هم وذواتهم إلى مزابل السلم. طب يا دكتور، نحن نتحدث كثيرا، ما الحل؟ الحل في إيه؟ الحل في عدم الإقبال على القراءة، الحل في التعليم، الحل في كل الأشياء اللي خطأ. نحن لو ظللنا نعدد أخطاءنا لن تكفينا سنوات عديدة، ولكن الحق يجب علينا أن نعمل متجردين لوطننا. الذي يريد أن يعمل والذي يريد أن يصنع الحياة يصنعها ولو كان شخصا مفردا. ولنا في الأنبياء وفي رسل الله العظة الحسنة والقدوة الحسنة. الذي يريد أن يكتب شعرا وهو يأخذ من كيسه ولا يقرأ ولا يطلع على التراث ولا يقرأ في المؤلفات الأجنبية ولا يرى ما كتبه السابقين، نحن نفاجأ أن هذا الإنسان الذي يريد أن يكتب من أين ستكتب؟ لقد قال أبو العلاء المعري: اقرأوا كثيرا من الكلام فإن الكلام من الكلام. إذا أردت أن تتعلم فعليك أن تقرأ. نقطة معينة. نعم. إنه الأزمة الرئيسية في التعليم، يعني وحضرتك مدرس، بعض الناس بتقول إنه الخريج اللي موجود، حتى خريج الثانوية العامة، حتى خريج الجامعي دلوقتي عنده مشاكل إملائية، عنده مشاكل في النطق. أحيانا ما بنقدرش، حتى بنضطر إن إحنا نسمع الشخص اللي قدامنا يعني نطلب منه يعيد الجملة أكثر من مرة علشان نقدر نستوعب هو بيقول إيه. نعم. يعني اللغة مش بس في اللغة المكتوبة ولكن حتى في اللغة المنطوقة عنده مشاكل. يعني لو حضرتك طلبت من أي شخص أن يتحدث لمدة دقيقتين عن موضوع ما باللغة لا يستطيع.
أن يكتب موضوعا من إنشائه لا يستطيع. ما حضرتك درست في الخليج، حاسس ان دي ازمه موجوده في مصر بس لا، ولا دي ازمه عامه؟ عامة، ممكن في يعني الخليج كل أكثر. واحد ملتصق بلهجته يقدر يعبر عنها او بيها باللهجة العامية كلها أخطاء. كذلك هنا في مصر في كل أزمة اللغة العربية. لا أعرف هل في مدرس اللغة العربية كيفية إعداده، هل في المناهج، هل في وسائل الإعلام، كلها ترتبط بعضها البعض. نعم. حتى معلم اللغة العربية لا يستطيع أن يتحدث اللغة العربية السليمة. نعم. أخطاء كثيرة، يتحدث مع الطالب بلهجة عامية. تتصور انه مدرس اللغة العربية يجب وهو في الفصل ان هو يتحدث طول الوقت باللغة العربية؟ نعم. أراها. لماذا؟ حتى يلتقط الطالب كلمة، حتى يعوده أن التحدث باللغة العربية ليس شيئا عيب. ما بيعملوا في بعض المدارس الأجنبية أو بعض مدارس اللغات إنه يمنع على أي طالب إن يتحدث باللغة العربية مثلا داخل حصة نعم. اللغة الإنجليزية، ويجب على حتى نعدل أو نطور من اللغة العربية. يجب أن يتكامل معلمو المواد الأخرى مع اللغة العربية. فإذا وجد معلم الرياضيات خطأ ما في مسألة وهو يكتب، عليه أن يراجع معلم اللغة العربية. على المعلمين خطأ إملائي يعلمه، خطأ لغوي، حتى أيضا يتعود المعلم لأي مادة أخرى أن بقدر الإمكان يتحدث باللغة العربية. أشياء كثيرة جدا تنقصنا. أولها أنا أرى أن الكتاب السبيل الأول الحفاظ على اللغة العربية، لأن الطالب أو الطفل الصغير حينما يتعلم القرآن ويحفظ القرآن هو تعود اللغة العربية، هو تحدث اللغة العربية. هو طريقة يعني اسمحي لي يا أستاذ رشا، طريقة تعليم اللغة العربية منذ إنشاء المدارس الحديثة في مصر على وجه التحديد، وهي طريقة تتبع المناهج الغربية في تعليم اللغة العربية. حتى وأنا دائما أتحدث وأقول يعني حتى ما بتتبعش المناهج الغربية اللي بتدرس دلوقتي، المناهج الغربية معذرة أنا دكتور نعم. معذرة أنا دكتور. نظام الامتحانات اللغة العربية كنا قديما أو نسمع قديما انصر القصيدة، اشرح الأبيات التالية بأسلوبك، كلها أسئلة تعود الطالب كيفية كتابة. أما الآن اختيارات، أكمل صح أم خطأ. هذا ما أقوله أنهم يعلمون اللغة العربية على مناهج الكندية. نعم، على المناهج الكندية والمناهج الأمريكية. هم يريدون في اللغة العربية الاختيارات يعني أو التوقعات. بالأسلوب الغربي. نعم. وهذا هو من أشد الأخطاء. أنا أتحدث منذ نشأة المدارس في مصر في العصر الحديث من سنة 1805 تقريبا، وهذا الخطأ موجود عندنا، لأن العربية لا تعلم إلا من خلال العرب. أنا كنت ألفت كتابا في طريقة تعليم النحو، كيف نعلم النحو على المنهاج العربي وليس على المنهاج الغربي. المنهاج العربي، ماذا كان يفعل الرجل العربي حينما يريد أن يعلم ابنه اللغة العربية؟ كان يأخذ ابنه ويضعه مع قبيلة عربية مشهود لها بالعربية، يعني. نعم، ليتعلم معهم. فإذا أتم عامين أو 6 أعوام عاد به ليعلم من هو أصغر منه ماذا كان يسمع. وبالتالي وهذا محاكاة نعم، المحاكاة هو التقليد. يعني مثلا حينما أريد أن أعلم الطفل أقول له إن الله يقول قل يا أيها الكافرون. إذا كان هذا الحديث موجها للمهندسين فماذا نقول؟ قل يا أيها المهندسون، قل يا أيها الفلاحون. وبالتالي تعليم النحو بالتقليد هو أهم أنواع التعليم أولا، لصحة النطق أولا، وبعد ذلك وده القواعد اللي بتعلم دي اللغات الأجنبية. نعم، يعني. وبعد ذلك تأتي مرحلة التقعيد، لماذا أنت رفعت الفاعل ولماذا نصبت المفعول. هذه ناحية. الناحية الأهم اسمح لي، وهي أننا لم نربط اللغة العربية بالمجتمع. نعم. فالطالب أو الطالبة حينما يجلسون في الفصل ويتعلمون
ذهب محمد إلى المدرسة، محمد فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره. ماذا استفاد الطالب بهذه الكلمة خارج المدرسة؟ لا زالت هناك أسوار بين المدرسة وبين المجتمع، وبالتالي هذه الأسوار سواء كانت في اللغة العربية أو في الهندسة أو في الطب أو في غير ذلك هي التي صنعت مجتمع البطالة، أن الذي يدرس شيئا لا يستطيع أن يستخدمه في الحياة. فبالتالي ظهرت البطالة في القائمين المجتمع. على التعليم في مصر بعضهم بيقول هد هذه الأسوار اللي موجودة ما بين المدارس وما بين المجتمع أو ما بين احتياجات المجتمع محتاجة ميزانيات ضخمة، إحنا لا نملكها، لا نملك رصد كل هذه الميزانيات للتعليم. اللغة العربية لا تحتاج إلى ميزانية. زي ما قلت لحضرتك القرآن الكريم، حفظ طالب للقرآن الكريم لا يحتاج إلى ميزانية. الكتاتيب لا تحتاج إلى ميزانية. الطالب حينما يتعلم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء، وخرج الطالب وعرف أن لا خطأ أن أنا أقول إنما يخشى، والعياذ بالله إنما يخشى الله من عباده العلماء. عرف إنما يخشى الله هنا مفعول به والعلماء فاعل، إذا هذا خطأ، تعلمه بالصديق. ميزانية التعليم لا تحتاج إلى اللغة العربية لا تحتاج إلى ميزانية تعليم. كل هذه الميزانيات العملية بسيطة جدا. الرغبة ما نسميه باللي هي الجدية أن يكون فيه نوع من الإخلاص والأمانة. يجب أن يكون هناك رغبة من القائمين على العملية التعليمية ورغبة كمان من المواطنين. عفوا، ليست رغبة يا أستاذة رشا، يجب أن يكون القائمون على التعليم لديهم خطة. يا سيدتي، القضية هنا أن هناك دولا متقدمة، هذه الدول المتقدمة عندها ما يسمى بادمنستريشن، إدارة. هذه الإدارة تكون لخطط، هذه الخطط موضوعة عن طريق علماء أكفاء عظماء في هذا المجال. نحن في مصر لو اطلع أحدنا على جوجل سكولر، وشرف لي أن أعلن ذلك، لو اطلع أحدنا على جوجل سكولر ورأى اندكس ساينتست الأمريكي ورأى ISIS الألماني اللي هو فهرسة العلماء على مستوى العالم، واطلع على 10 اندكس الروسي الذي يفهرس لعلماء العالم، سوف يجد أنه من 1970 حتى 2010 قائمة العلماء المصريين على مستوى العالم 10,000 عالم مصري. هذا العدد لا يوجد منه في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يوجد في الصين. 10,000 عالم مصري. يا أيها القائمون على العلم في العالم من أوله إلى آخره، 10,000 عالم مصري يؤثرون في الحضارة الحديثة ويؤثرون في التكنولوجيا الحديثة. هؤلاء العلماء كل عالم منهم يستطيع أن يقيم دولة كاملة، وليس يستطيع أن يقيم. بينك وبين بيت أكبر علماء النانو تكنولوجي ليس بيننا وبينه إلا النيل، الأستاذ الدكتور محمد صلاح النشائي، أكبر عالم نانو تكنولوجي وترتيبه على مستوى العالم رقم 11 في ترتيب علماء العالم. أحمد زويل وبيته يعني أحمد زويل ترتيبه 53، لكن الدكتور محمد صلاح النشائي ترتيبه على مستوى علماء العالم 11، رقم 11. هناك العالم الكبير وقد التقيت به منذ شهرين، أستاذ الدكتور حسين الشافعي، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الروسية، مصري. هناك الدكتور حسن فتحي، أكبر مصنع لموتور الطائرة في العالم وهو يعيش في كندا. ليست عندنا أزمة في التعليم ولا في العلماء، عندنا أزمة في أن هنا تدار الدولة على نظام جفرنمنت، حكومة. يأتي الوزير فيضع الخطة وهو نفسه الذي ينفذ الخطة، فلا بد أن يكون فاشلا لأنه يضع من عقله لعقله. ولكن الدول المتقدمة يأتي الوزير وعنده خطة للزراعة، هذه الخطة وضعها أكبر علماء الزراعة وعليه أن ينفذ. يطلب الوزير فيقال له هل تستطيع أن تنفذ هذه الخطة؟ إذا نفذ جزء منها ولم يستطع أن ينفذ الآخر يذهب هو وتبقى الخطة للتنفيذ مستمرة. ولكن هنا ما يحدث
أن الوزير يضع الخطة ثم يفشل فيها فيذهب ليأتي آخر يضع خطة أخرى ويمحو ما بديلة كان ثم يفشل فيها مرة أخرى. هنا ضياع الأموال وليس ضياع الأموال في العلوم. نعم. في النهاية دكتور رمضان الحضري الناقد الأدبي، شكرا لك، وأيضا أستاذ بشري العدلي أستاذ اللغة العربية وأيضا عضو اتحاد الإعلاميين العرب ورئيس القسم الأدبي بجريدة المستقبل العربي، شكرا لك. ألف مبروك على الديوان وفي انتظار دواوين أخرى إن شاء في الله المستقبل إن شاء الله إن شاء الله. مشاهدينا هنخرج لفاصل قصير وهنرجع لكم تاني بآخر حوار هيكون موجود معنا النهارده، خليكم معنا.